بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم الآية فيها دليل على أنه يجب على القلوب أن تقبل على القرآن، لأن الله نعى على أهل الإشراك إعراضهم عن ذكره، فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة. واعلموا أن الله إذا أراد بعبد خيرا جعله يسمع ذكره، وإذ لم يرد بعبد خيرا صرفه الله عن سماع ذكره. الله يقول لنبيه: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. والله يقول لنبيه: ولو أراد الله لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. مقصود سمع انتفاع. يفقه المؤمن من مثل هذا أن الله إذا ساقك إلى موطن فيه موعظة، وأعظم المواعظ القرآن، فلا بد أن تستصحب أن هذا نعمة من الله جل وعلا عليك. فليس كل أحد يفقه عن الله جل وعلا مراده، وأقصد بالمراد هنا ما يساق إليه، أقصد بالمراد هنا ما يساق إليه. وأنا لا أحب أن أحلق في عوالم مرتفعة، لكن حتى يقترب الأمر إليك، هب أن إنسانا لديه موعدا ما يحتاج إليه، ثم وجد أن هذا الموعد قد ألغي بسبب من غيره، فبقي فراغ من الوقت لم يكن قد قرر الرجل ملئه، فيعلم أن هناك قارئا مؤثرا في مسجد ما، فيقول: أما وقد ضاع هذا فلأصلي في الحرم إن كان من أحد الحرمين، أو أصلي في مسجد فلان إن كان في غير الحرمين، أو بلغني أن هناك موعظة في مكان كذا. فالله جل وعلا لحكمة أرادها أن يسوقك إلى هذا المقام جعل ذلك الأول يلغى. هنا يختلف الناس في فهم مراد الله، فبعض الناس لحكمة أرادها الله حتى هذه لا يفقهها، فيبحث عن شيء يملأ به وقته غير هذا. لكن من أراد الله به خيرا بصره، فعلم أن هذا ما تاه ولا ضاع ولا ألغي إلا لخير أعظم ساقه الله جل وعلا إليه فيمضي. فلا يلبث أن يسمع القرآن فيرق قلبه وتذرف عينه، وربما محي ذنبه من حيث لا يشعر. فقول الله جل وعلا: فما لهم عن التذكرة معرضين، توبيخ لهم. فحتى تنجو من هذا التوبيخ أقبل على التذكرة، وهي كتاب الله وما صح عن حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث الحلقة الشهير: فأما هذا فأقبل الله عليه، وأما الآخر فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. قال ربنا: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. وهذا سببه ماذا؟ سببه الكبر. فأعظم أسباب صرف قريش عن دين الله ما كان في قلوبهم من كبر. هم يقولون ليس صوابا في زعمهم أن ينزل القرآن على محمد فيتلوه علينا، والأولى أن يؤتى كل أحد منا صحفا. ولم يكتفوا بهذا، بل يطالبون ربهم مع سوء أدب منه أن تكون الصحف منشورة غير مطوية، لا يكلفون حتى أن يفتحوها، ودافع هذا الكبر. ولهذا قال الله: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وقد بينا في دروس خلت وأيام مضت، وسنبقى نبين أن أولى المواطن
التي يجب أن ينكسر فيها قلب العبد بيوت الله. أولى المواطن التي يجب أن ينكسر فيها قلب العبد بيوت الله. لا تقبل ما استطعت أن يعظمك الناس في بيت من بيوت الله. هذه المساجد أحب البقاع إلى الله، والله جل وعلا قال: يهدي الله لنوره من يشاء. أفادت الآية أن الهداية بيد الله، فأصبح الإنسان يتساءل: ما دامت بيد الله أين وضعها الله؟ قال الله بعدها: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فموطنها الأعظم ومقامها الأكرم وموطنها الأول بيوت الله، يتلى فيها القرآن ويسمعه العبد فيخشع قلبه وتذرف عينه. وهذا كان حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.